هناك صمامات أمان في حياتنا نغفل عنها أحيانا. من أعظم صمامات الأمان التي تحمي الإنسان الأسرة وتكاتفها. نهتم بالأسرة، نهتم بالاجتماعات العائلية، خاصة الكبار. الاجتماعات العائلية هذه يا أحبة مهمة جدا. أحيانا بعض الناس لا يحضرها أو لا يهتم بها. لماذا؟ يقول يعني اختلاف وجهات نظر، قد أقابل شخص أنا لا أحبه، تطرح مواضيع تافهة، مللنا، شفناهم أكثر من مرة، يكفي نشوفهم في العيد. لا، انتبه. إلا الأسرة. الأسرة كيان لما يجتمع تلتئم القلوب. ولا يشترط أن يكون المجتمعون على قلب واحد، لا، ليس بشرط. لماذا؟ لأن هناك مصلحة أعم. هناك كبار في السن يفرحون لما يرون أثارهم، أبنائهم، أحفادهم مجتمعون. هناك ثقافة عند الشايب والعجوز يريدون أن يروها في أبنائهم. احترموها من خلال هذا الاجتماع العائلي. هناك نساء نريد أن يعرفها أهلنا أقاربنا، لعل الله عز وجل يرزق هذا الفتى زوج صالح من خلال المعرفة التي تكون في العوائل. هناك أطفال عندما يرون أن هناك لحمة في العائلة وحب وتقارب وبرامج جميلة يحبون الانتماء العائلي. لاحظوا يا كرام، القرى ليس من السهل أن يقع الإنسان في خوارم المروءة فيها، لكن في المدن ممكن. لماذا؟ لأن المدن ضائعة يضيع فيها الإنسان كالبحر، أما في القرى لا. لماذا؟ الناس مجتمعة. كذلك العائلة. فاحرصوا يا كرام، احرصوا، هذه من صلة الرحم الجميلة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينسأ له في أثره، ويعني ينسأ له في أثره يعني يكون في بركة له في الأثر من بعده، ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. هذا من صلة الرحم، هذا من إدخال السرور على الكبير والصغير، هذا من التآلف. أحيانا يكون هناك مشكلة بين شخصين، ننهيها بماذا؟ بالاجتماع، بإصلاح ذات البين. ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. احرصوا على الاجتماعات العائلية. أسأل الله أن يديم الود وأن يكفينا شر الشيطان الذي يريد أن يفرق شملنا وجمعنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.